فاخر عبد السميع رئيس مركز شباب بسنديلة، ده يعني تاني إنشاء من وزارة الشباب والرياضة في عهدك. كان المبنى الإداري وحاليا ملعب كرة القدم. بتحب تقول إيه لوزارة الشباب والرياضة والدكتور أشرف صبحي؟ الدكتور اشرف صبحي تحديدا انا بشكره جدا، لان لما رحت له انا والاستاذ محمد الاتريبي اكتر من مره، يعني يكفي ان هو لبى طلباتنا، لان احنا بقالنا ملعبنا ده بقاله 9 سنين ونص تقريبا يعتبر مهجور، لانه كان تبع الانتاج الحربي سابقا، والمقاول مشى ارتفاع الاسعار. ويعني بجد بجد الدكتور اشرف صبحي عمل معانا يعني فوق اللي احنا كنا طالبينه كمان، لان عملنا ملعب على احدث طراز لاولادنا. لان انا قلت له يعني اعمل ملعب لاولادنا، لان احنا قعدنا اكتر من 9 سنين ونص ما فيش عندنا ملعب. فبنحمد ربنا سبحانه وتعالى وبنشكر كل القيادات، ويعني بنتمنى ان في حياه كريمه يعني برعايه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان يتعمل ملعب اكريليك ان شاء الله رب العالمين، والدور اول علوي وثاني علوي، وكل ده بالمجهود مع الاستاذ محمد الاتريبي كان اخويا، وكنا دايما نروح برضه لسياده الوزير، وكان بيذلل كل العقبات في الوزاره. وبنشكر كل القيادات.